موديل اسمها ريفا، هي وخطيبها اسمه اوسكار عايشين حياه سعيده مع بعض. يوم من الايام صحيت دخلت الحمام تستحمى، راح هو من باب الحمام اداها 4 طلقات بالشotgun. لما جم البوليس جه يدور ويعرف، المفروض ان اللي لقوه ان هو لقى رساله على الموبايل مبعوثه من واحد صاحبها، رساله عاديه ما فيهاش خيانه، ولكن هو شك ان هي خانته، وبدون حتى نقاش او تفاهم او يدخل يتخانق معاها ضربها 4 طلقات بالبندقيه من الباب، من باب الحمام. لما البوليس جه قال هو ادعى ان هو لقى حراميه جوه الحمام وعشان كده ضرب 4 طلقات. ولكن لما عملوا له تحليلات ولو دوروا في بيته لقوا ان هو بياخد هرمونات، هرمون الذكوره. وده حاجه مشهوره جدا اسمها رويد ريج، دي مش اول قصه تتكرر او تحصل بنفس الموقف ده. رويد ريج، رويد دي جايه من سترويد او هرمون الذكوره، وريج يعني عصبيه. وهنا قالوا ان اللي حصل ده نتيجه الرويد ريج او نتيجه انه بياخد هرمونات. وهنا كان اختلاف في القضاء يدي حكم عامل ازاي، هل ده بسبب الهرمونات اللي هو خدها وحاجه مش بسبب طبيعه البني ادم، ولا دي حاجه يحكم عليه هو نفسه. تعال نفهم يعني ايه هرمون الذكوره، ونفهم كل حاجه عن هرمون الذكوره، ونعرف ازاي نزوده في جسمنا طبيعي، وازاي نحسن الاداء الجنسي عموما عن طريق هرمون الذكوره فقط. تابع الفيديو لاخره، اوعى تنسى تعمل لايك، اللايك بيفرق كتير، ولو عملت لايك يبقى الف شكر. طبعا لما الراجل بيخون اي ست بيبقى اول كلمه بيتقال هرموناته هي اللي ماشياه، ولكن دي مش حقيقه. لان بعض الدراسات صحيح هرمون الذكوره هو المسؤول اساسيا عن الرغبه والشهوه الجنسيه، ولكن في دراسات كتيره جدا اكدت ان هرمون الذكوره لوحده، الناس اللي عندها الهرمون ده نسبته عاليه بتقلل جدا جدا نسبه الخيانه، بالعكس بتخلي الراجل مخلص اكتر مع مراته. ايه قصه هرمون الذكوره وايه اللي ابتداها؟ اولا لو فكرنا فيها من زمان جدا، زمان قوي، ايام الكوخ وايام الانسان القديم، كان زمان الراجل وظيفته انه يطلع يصطاد حيوانات يجيب اكل لاهل بيته، وفي نفس الوقت لو حد هجم على اهل بيته بيفديهم يعني بيدافع عنهم. وده كان محتاج ايه؟ انه يطلع له عضلات عشان يقدر يعمل كل الوظائف دي. مين اللي مسؤول عن تطليع العضلات ومسؤول عن كل الكلام ده؟ هرمون الذكوره. فهرمون الذكوره هو اللي اساسا ادى في الاول وادى على مدار العمر لحد طبعا عصرنا الافضليه الراجل عن الستات، بسبب تطليعه للعضلات واديته الافضليه الاكبر ان هو يؤدي المهمات الصعبه اللي الست ما تعرفش تعملها. الاخر كده هرمون الذكوره هو مفيد جدا لجسم الانسان. هرمون الذكوره مسؤول عند الرجال: 1 بناء العضلات، 2 توزيع الدهون في الجسم او في شكل الجسم، عشان كده نلاقي توزيع الدهون عند الرجاله مختلف جدا عند السيدات. رقم 3 المسؤول عن الخلفه او افراز سائل منوي كويس. رقم 4 مسؤول عن الرغبه والشهوه الجنسيه عند الرجال. طبعا في علاقات مباشره جدا 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 ما بين هرمون الذكوره وما بين العصبيه. لقوا ان هرمونات الذكوره كل ما بتزيد كل ما العصبيه بتزيد. ولكن اللي نفهمه من مجمل الكلام ان هرمون الذكوره هو من اهم واجمد الهرمونات المفيده لجسم الراجل، ولكن زيادتها بطريقه طبيعيه مفيده، لكن اخذها من الخارج ده بيضر، وممكن يضر في الخصيه وممكن يضر في كذا حاجه ثانيه. فلذلك عايزين نعرف ازاي نزود هرمون الذكوره طبيعي. رقم 1، اهم حاجه في الدنيا هو انك تستحمى في ميه ساقعه صيف شتاء. يا جماعه موضوع استحمام الميه الساقعه ليه اكتر من فايده، سيبك مش بس هرمون الذكوره. اولا الخصيه معموله بره جسم الانسان، وهي اللي بتعمل هرمون الذكوره هي الخصيه. معموله بره جسم الانسان عشان الخصيه بتحتاج 4 درجات اقل من جسم الانسان. فيفضل دايما انك تستبرد الخصيه، وده مفيش احسن من انك تعمل عاده يوميه بتعملها كل يوم في نفس الميعاد، كانها اسلوب علاج للخصيه. وعموما الدراسات اكدت انها بتحسن مناعه 30%، وبتزود هرمونات الذكوره جدا جدا جدا، وبتحسن السائل المنوي اكتر من 200%. رقم 2 عاده في البيت، انك تعمل حاجه اسمها سكوات، تنزل وتطلع. السكوات لو عملت كل يوم من 40 ل 50 عده يوميا، ده بيزود هرمون الذكوره حوالي 17% يوميا. طبعا ده نسبه كبيره جدا جدا جدا. طيب المأكولات، اولا خلينا نفهم يعني ايه هرمون ذكوره او ايه اللي بيعمله. هرمون الذكوره ده خليط ما بين حاجه اسمها كوليسترول وفيتامين د، دول من الاشياء الاساسيه في تكوينه. طيب ايه الفطار الطبيعي اللي فيه كوليسترول وفيتامين د بنسبه موفره؟ تخيلوا ايه هو؟ البيض. ان احنا نفطر يوميا بيض دي حاجه مفيده جدا 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 ليك كراجل. طيب ايه تاني في الاكل؟ ان احنا نزود فص ثوم مره يوميا في الاكل. فص الثوم مره يوميا في الاكل بيزود هرمون الذكوره لو استمريت عليه 3 شهور بنسبه عاليه جدا جدا جدا. ايه تاني؟ ممكن الجرجير والافوكادو، تخلي ده مشروب الطبيعي بتاعك، هو مشروب طعمه حلو عموما يعني، بس انت لو خليته بانتظام ده هيزود لك هرمون الذكوره عشان فيه زنك، والزنك شيء اساسي من تكوين الايه؟ هرمون الذكوره. اخر حاجه ممكن تجيبها من عند العطارين، حاجه اسمها جينسينج. الجينسينج هو ماده بتجيبها بتاخد معلقه صغننه كل يوم الصبح على الفطار، بس طبعا لو انت مريض ضغط عالي لا يفضل لانه بيزود الضغط شويه. طيب الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبته وصلتوا للحظه دهيت ووصلت لاخر الفيديو فانا بشكرك انك شفت الفيديو لاخره، وما تنساش ارجوك تعمل لايك شير سبسكرايب. شكرا. معاك دكتور مينا مجدي.